من فترة التحديث الجديد للدي 5 ريندر نزل 2.10 ونزل معاه مميزات خرافية هتنقل الريل تايم ريندرنج في حتة تانية خالص. أول حاجة وهي دعم الباث تريسنج. أخيرا دعم الباث تريسنج وصل للدي 5. دلوقتي الإضاءة والانعكاسات هتبقى طبيعية وواقعية 100%، ولو أنت ما تعرفش فده معناه ظلال واقعية وخامات دقيقة وتفاعل مثالي بين الإضاءة والجي أي، ولا يقربوا كمان لمستويات ريندر انجنز موجودة في السوق حاليا زي الفيري والكورونا. بصراحة جامد جدًا، وده بيظهر بشكل واضح لو شُفت الفرق في الصورتين دول. لاحظ الفرق بين قوة الإضاءة والshadows، إزاي في الصورة الأولى هتلاقي الإضاءة أغمق، وفي الصورة التانية هتلاقي الإضاءة واضحة وعالية، وخصوصًا في المناطق اللي بيكون فيها shadows كتير. الAI in painting ودي ميزة جامدة جدًا الصراحة، وأوتوماتيك كده بتحلل الصورة، بتقسمها لك عناصر تقدر تبدلها بالAI، زي إنك تقدر تبدل السما بسهولة جدًا أو النجيلة أو الأشخاص. كل اللي بتعمله بتحدد العناصر وبتختار اللي أنت حابه من الليست اللي موجودة. تالت حاجة وهي الnight sky، وهنا ضافوا حاجة مميزة جدًا الحقيقة، وهتنفع الناس اللي بتحب تعمل night shots ولقطات فنية، وهي سما ليلية جديدة تمامًا. الجميل بقى إن موديل القمر تقدر تتحكم فيه زي الصن بالضبط، يعني تقدر تكبر حجمه، تقدر تصغر حجمه، تقدر تعدل في الإضاءة بتاعته، وده جامد جدًا. بالإضافة برضه لتعديلات كتير وتحسينات عملوها على مستوى الإنجن نفسه، وتحسين خامات زي خامات القماش. قُل لي في الكومنتس عملت التحديث ده والّا لسه؟